يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده يا بنات بقى، تعالوا اقول لكم نزلت السوق وجبت خيرات ربنا. بحب جدا الشتاء، الخضار بتاعه بيبقى كتير وحلو والاسعار بتبقى كويسه. فتعالوا كده نشوف جبت ايه النهارده ونشوف الاسعار مع بعض. تعالوا نسمي الله ونقول كده إيه من اول كده اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. نبتدي كده من الناحيه اليمين. اول حاجه كده معايا القرنبيط، انا جبت الواحده ب25 جنيه. عايزه اقول لكم مغرق السوق الايام دي. كمان القرنبيط هتلاقيه، الكرنب، البطاطس، الحاجات دي كتير قوي موجوده في السوق وسعرها كويس. وجبت كمان البطاطس الآلية دي، زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اجيبها وسط، يعني بحب اسلقها كده واقليها، بتبقى حلوه قوي في الآلية. دي كيلو منها ب10 جنيه، اللي عايز بقى يخزن كمان عشان رمضان. وكمان الليمون بقى اللي هو القضاليا ده، اللي هو الايطالي. ناس كتير قوي شفت فيديوهات ليه، ان شاء الله هبقى اعمله معاكم في فيديو واجربه كده واشوف الترند بتاعه ده ايه نظامه، يعني هينجح ولا هيفشل معايا ولا ايه. فجبت منه كده 2 كيلو، قلت اجربه. في على فكرة محافظات بتبيع الليمون القضاليا ده ب5 جنيه، فاحنا عندنا ب10 جنيه، مش عارفة ليه يعني. وهنا الطماطم بقى، بصوا شايفينها كده حلوة قوي وب5 جنيه. كمان الطماطم الايام دي حلوة قوي للتخزين. وكمان الفلفل هو اللي رافع شوية ب20 جنيه الكيلو، هو اللي رافع شوية الفلفل. وجبت بقى كمان ب10 جنيه كده خضرة عشان المحشي بقى والكرنب وكده. وكمان الخضرة الايام دي رخيصة، الربطة بجنيه، فجبت ب10 جنيه كده. وكمان البسلة ب20 جنيه، جبت كده 2 كيلو. وجبت كمان جزر الكيلو ب10 جنيه. وجبت بقى كوسة برضو الكيلو ب15 جنيه، جبت كده كيلو ونص. وجبت فلفل اللي هو الحامي ده، جبت برضو كيلو ب20 جنيه. وجبت فاصوليا خضرة ب10 جنيه، وخيار ب15 جنيه. وجبت بقى برتقان وموز. عايزه اقول لكم بقى بحب قوي الشتاء في الخضار بتاعه بيبقى حلو جدا. فتعالوا كده نسمي الله كده ونبتدي بقى نخزن. اول حاجه القرنبيط، انا ابتديت بيه ليه؟ علشان يعني قلت هو بقى طازه، بلاش كده اركنه ويدبل معايا، فاشيلها كده. بخصوصا ان انا كمان يعني مش هسلقها ولا اي حاجه، هشيلها زي ما هي. اول حاجه كده شلت الراس بتاعتها وابتديت كده اقطع العروق من جوه، وابتدت كده تتفك معايا بكل سهوله. طبعا انا عارفه ان كلكم بتعرفوا تقطعوه، بس صدقوني في ناس كتير، في بنات كتير لسه متجوزه او بنات مش يعني لسه مش دايسه في المطبخ قوي، ما بتعرفش تقطع القرنبيط. للتذكره يعني. بصوا مسكت كده بقى واحده واحده، وهبتدي كده اقشرها. بصوا الفرع بتاعها اللي هو بيبقى التخين ده، القشره التخينه اللي بتبقى عليها دي لازم اشيلها، علشان كده كده هحتفظ بيه هفرزه. فلازم الجلده دي تتشال، اللي هي القشره دي تتشال، علشان لما تيجي تسلقيه، لما تيجي تطلعيه وتسلقيه بيبقى بيجلد. فلازم تشيليها كده بالسكينه. خلصت بقى الكميه كلها بنفس الشكل كده، واخدها بقى على المطبخ كده اقسمه بقى واشوف انا هعمل ايه. عايزه اقول لكم بصوا رمى معايا ما شاء الله الكميه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، يعني هناكل قرنبيط طول ال3 شهور الجايين. وبصوا القشره هي اللي انا قشرتها بتاعه القرنبيط. تعالوا كده بقى نقسم كده نشوف بقى يعني هتطلع لنا بقى كده كام اكله. انا جبت اكياس الصراحه، كنت عايزه اشد عليها استرتش، بعد كده قلت مش هينفع احط الطبق كلها فوق بعض كده، ممكن يتهري معايا او حاجه او يتكسر لما يطلع. فقلت لا، اخليها في اكياس انيمها كده في الدروج. بصوا اول حاجه اهم حاجه اجيب فوطه كده نظيفه او قماشه نظيفه، وامسح كده القرنبيطه كده بصوا واحده واحده كده من التراب بقى والحاجات اللي بتبقى في السوق، بس مش اكتر من كده. وحطيت كده في اكياس، قسمتهم طلعوا معايا 4 اكلات حلوين قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.